عندما يذكر اسم ليونيل ميسي يتبادر إلى الأذهان فوراً السحر، المراوغات والأهداف المستحيلة. لكن خلف هذه المتعة البصرية هناك جانب آخر قلما يتحدث عنه، جانب الشجاعة. ميسي ليس لاعباً يعتمد على القوة البدنية، ليس طويل القامة ولا يملك جسداً عضلياً يخيف الخصوم، ومع ذلك هو من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للضرب في تاريخ كرة القدم. في كل مباراة تجد المدافعين يتناوبون عليه، عرقلة من الخلف، دفع من الجنب، شد للقميص، وأحياناً تدخلات قاسية كان يمكن أن تنهي مسيرة أي لاعب آخر. لكن ميسي ينهض، يعدل جواربه ويطلب الكرة من جديد. هنا تبدأ الشجاعة الحقيقية. شجاعة ميسي لا تكمن في الالتحام، بل في عدم الخوف. عدم الخوف من المراوغة رغم علمه أن الضربة قادمة. عدم الخوف من مواجهة 3 أو 4 لاعبين في مساحة ضيقة. عدم الخوف من الوقوف مجدداً بعد كل سقوط. الكثير من اللاعبين بعد تدخل واحد قوي يختفون عن المباراة، أما ميسي فكلما ضرب أكثر ازداد إصراراً على اللعب أكثر. وهنا تأتي فنياته الخيالية. ميسي لا يراوغ فقط لإمتاع الجماهير، بل لحماية نفسه. لمساته القصيرة، تحكمه الخارق بالكرة، وتغييره المفاجئ للاتجاه، كلها وسائل ذكية لتفادي الضرب ولجعل الخصم يبدو عاجزاً. الكرة عند قدم ميسي ليست مجرد أداة لعب، بل امتداد لجسده، كأنه يشعر بها دون أن ينظر إليها، وفي جزء من الثانية يقرر تمريرة، تسديدة، أم مراوغة تسقط المدافع أرضاً. والأجمل، كل هذا يتم بهدوء، دون استفزاز، دون صراخ، دون تمثيل. ميسي لا يبحث عن الإخطاء ولا يطالب الحكم، هو فقط يريد شيئاً واحداً، أن يلعب كرة القدم. وهنا يكمن الفرق بين الموهبة العادية والعظمة. العظمة أن تتلقى الضرب ولا ترد بالعنف، أن تستفز ولا تفقد تركيزك، أن تعرقل 1000 مرة وتحاول في المرة 11. لهذا ميسي ليس مجرد لاعب مهاري، بل مثال للشجاعة الصامتة، شجاعة لا تقاس بعضلات ولا بصراخ، بل بالاستمرارية وبالإصرار على الإبداع رغم كل شيء. ميسي علمنا أن أقصى الردود قد تكون هدفاً جميلاً أو مراوغة تسكت ملعباً كاملاً.